بص للعربية اللي قدامك، 4 عجلات، جسم، موتور أو بطارية. شكلها بسيط جدا، لكن الحقيقة العربية دي واحدة من أعقد المنتجات اللي الإنسان قدر يصنعها. آلاف القطع، آلاف القرارات، أنظمة ميكانيكية كهربائية إلكترونية وبرمجيات، وكل حاجة لازم تشتغل مع كل حاجة تانية. لكن لو رجعنا بالزمن هنلاقي إن مفيش مصنع، مفيش روبوتات، مفيش كمبيوتر، ومفيش حتى مفهوم واضح اسمه السيارة بالشكل اللي نعرفه. كان في سؤال واحد بس: هل ممكن مركبة تتحرك بنفسها؟ والسؤال ده بدأ سلسلة من الاختراعات والفشل والتجارب استمرت لأكتر من قرن، لحد ما الفكرة اللي كانت في دماغ مهندس بقت الآلة اللي انت شايفها قدامك. فتعال نرجع لأول خطوة ونعرف إزاي اتصنعت العربية. في البداية المشكلة ما كانتش صناعة عربية، المشكلة كانت إزاي نخلي مركبة تتحرك من غير حصان. لأن الآلاف السنين كانت وسيلة النقل بسيطة، عربة حصان وسائق. لكن الإنسان بدأ يدور على طريقة يخلي فيها المركبة تحمل مصدر القوة بنفسها. واحدة من أهم المحاولات المبكرة كانت باستخدام البخار. وفي سنة 1769 صنع المهندس الفرنسي نيكولا جوزيف كوغنو مركبة بخارية تجريبية. الفكرة كانت بسيطة في شكلها، لكن عبقرية بالنسبة لوقتها. حرارة تنتج بخار، البخار يضغط، الضغط يحرك المكبس، والمكبس ينتج حركة. يعني المركبة بدأت تحمل مصدر القوة معاها. لكن بمجرد ما حاولنا نخلي الفكرة عملية، ظهرت مشكلة أكبر. المحرك تقيل، الغلاية كبيرة، محتاجة مية، محتاجة وقود وحرارة وضغط، محتاجين تحكم. يعني حلينا سؤال: إزاي نخلي المركبة تتحرك؟ وظهر سؤال أصعب: إزاي نخلي مصدر القوة صغير وعملي؟ وهنا يدخل واحد من أهم الأسماء في القصة، كارل بينز. التحدي ما كانش إنك تعمل محرك وبس، التحدي كان إزاي تبني مركبة كاملة حول المحرك. محتاج هيكل، عجلات، توجيه، فرامل، وقود، إشعال، تبريد، ونظام ينقل القوة. وفي 29 من يناير عام 1886 قدم كارل بينز طلب براءة اختراع لمركبته ذات المحرك الغازي، وبراءة الاختراع رقم 37435. أصبحت واحدة من أهم الوثائق في تاريخ السيارة. المركبة كانت ب3 عجلات، وكانت بدائية جدا مقارنة بأي سيارة حديثة. لكن قيمتها الحقيقية مش في شكلها، قيمتها إن مجموعة من الأنظمة بدأت تعمل مع بعض كمنظومة مركبة واحدة: محرك، توجيه، فرامل، نقل، حركة، وقود، وإشعال، كلها بدأت تتحول إلى آلة واحدة قادرة على الحركة. لكن لسه في سؤال: هل ممكن السيارة دي تعتمد على نفسها خارج الورشة؟ وهنا حصلت واحدة من أشهر الرحلات في تاريخ السيارة. بريثا بنز أخذت المركبة في رحلة طويلة في وقت كانت فيه السيارات نفسها لسه فكرة جديدة جدا. الرحلة أثبتت إن السيارة مش مجرد آلة ممكن تتحرك داخل ورشة، لكن ممكن تكون وسيلة نقل حقيقية. وفي نفس الوقت كشفت مشاكل عملية كتير، لأن السيارة لما تخرج من الورشة أي مشكلة صغيرة ممكن توقف الرحلة بالكامل. وده كان درس مهم جدا. اختراع السيارة مش مجرد إنك تخلي المحرك يشتغل، لازم تخلي المركبة كلها تعمل في العالم الحقيقي. لازم يكون عندك وقود، لازم يكون عندك تبريد، لازم يكون عندك فرامل، لازم يكون عندك توجيه، ولازم القوة اللي بيولدها المحرك توصل للعجلات بالطريقة المناسبة. المحرك بينتج دوران، لكن العربية وهي واقفة محتاجة عزم كبير عشان تبدأ الحركة، وبعد ما تتحرك تقدر تستخدم سرعة دوران أعلى. عشان كده بنحتاج ناقل حركة ونسب تروس مناسبة. في البداية نستخدم نسبة تروس تساعدنا على الحصول على عزم أكبر، وبعد ما العربية تبدأ تتحرك نقدر ننتقل إلى نسب أعلى تسمح بسرعة أكبر. وبعدين الطاقة تنتقل من ناقل الحركة إلى عمود نقل الحركة، ومن هناك إلى الديفرنس. والديفرنس يوزع الحركة على العجلتين، وده مهم جدا أثناء المنعطفات، لأن العجلة الخارجية بتقطع مسافة أكبر من العجلة الداخلية، فلازم كل عجلة تقدر تلف بالسرعة المناسبة. وهنا
نفهم حاجة مهمة جدا. العربية مش موتور. المحرك مجرد جزء من منظومة أكبر، منظومة بتحول الطاقة إلى حركة وتتحكم في العزم والسرعة وتوزع القوة وتوصلها في النهاية إلى الطريق. لكن حتى بعد ما السيارة أصبحت قادرة على الحركة، ظهر سؤال أكبر. لو سيارة واحدة محتاجة وقت ومهارة عشان تتصنع، إزاي نصنع 1000 سيارة وبعدين 100,000 وبعدين ملايين السيارات؟ هنا المشكلة لم تعد اختراع سيارة، المشكلة أصبحت اختراع طريقة لصناعة السيارة. في سنة 1908 ظهرت فورد موديل تي، لكن أهميتها مش بس في السيارة نفسها، الأهم كان إزاي نصنع عدداً ضخماً منها بدل ما العامل يتحرك حول السيارة. نقسم العملية إلى خطوات، كل محطة تعمل مهمة محددة. العربية تتحرك، العامل يركب جزء، العربية تتحرك، عامل تاني يكمل. وفي 1913 بدأ خط التجميع المتحرك في مصنع هايلاند بارك، والنتيجة كانت ثورية. زمن تجميع الشاسيه اللي كان حوالي 12.5 ساعة انخفض إلى حوالي 93 دقيقة. هنا السيارة خرجت من مرحلة اختراع ودخلت مرحلة صناعة جماهيرية. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وشير الفيديو مع أصحابك.